تبعوا معنا الاخوان هذا الفيديو خصوص مربيين ديال الدجاج البلدي او الدجاج بصفه عامه او لا الكتاكيت الفلوس البلدي. علاش تيموت لك؟ راه السبب ماشي من البائع، راه السبب منك. تبع الفيديو باش تعرف علاش. انا نحاول نعطيك بعجاله وباختصار الاسباب اللي تتؤدي لموت الفلوس. السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات قناه المزرعه البيولوجيه لنا بعد غياب طويل. رجعت لكم كما العاده، رجعت لكم ولكن بالجديد. كما قلت لكم في الاول ديال الحلقه، اليوم غادي نتكلموا على الاسباب ديال الموت ديال الكتاكيت. اغلبيه ديال الناس تياخذوا الفلوس من عند البائعين وتيتشكاو، تيقول لك مات لي 20% او 30 او 40. راه السبب الرئيسي راجع ليك انت. هنا نشرح لك كيفاش ليك انت تاخذ دابا الفلوس من عند شي بائع. راه خصك تحاول توجد ليه نفس البيئه اللي كبر فيها الفلوس. تلقى مثلا بعض المربيين دايرين مثلا الارضيه ديال السيماء او الارضيه ديال النجاره او الارضيه ديال الرمله، وعندهم التهويه مزيانه، عندهم علف مزيان، عندهم مكان مشمش. انت تجيبهم تتخشيهم في واحد البلاصه مظلمه ما فيها تهويه ما فيها فرشه منهم الارض او لا، يعني اختلاف. تتبدل لهم البلاصه اللي كابرين فيها المده ديال اللي تفقسوا فيها ودوزوا فيها 20 يوم او شهر او شهرين، يعني في 24 ساعه تيجيو تلقاو العكس ديال ديك البلاصه اللي كبروا فيها. على الاقل يكون نفس المكان، يعني نفس المواصفات اللي داير الاخ اللي بايع لك. حاول تسولو وقول ليه الارضيه كي دايره، شنو تاكلهم، شنو تشربهم، باش منين تجيبهم تحاول دير لهم نفس الشكل. اولا انت يمكن لك دير حسن ملي كان داير الصديق او البائع اللي باع لك. والحاله الثانيه اللي هي حب الميدان، اللي ما كنتيش تبغي هذا الميدان غير بعد منه، بلا ما تصنت لهذا الفيديو، بلا ما تصنت حتى شي حاجه. واخا دير اللي درتي ما تنجح لك حتى شي حاجه. ضروري تكون تدير شي حاجه تتبغيها من الاخر، تكون عزيز عليك التربيه ديال الدواجن او لا عزيزين عليك الحيوانات بصفه عامه. هادو هما الاسباب الرئيسيه الاخوان. حاولوا تبازيو على هاد جوج نقاط: حب الميدان. النقطه الثانيه واللي هي مهمه بزاف، البياع والشراي اللي غادي تشري من عنده سولو او يدير لك واحد الفيديو على البيئه اللي كبر فيها وعاش فيها الفلوس عنده، باش تحاول انت دير نفس البيئه ونفس المحيط باش الفلوس ما يلقاش واحد الاختلاف او اللي يتبدل عليه الجو او اللي يتبدل عليه الماكله. راه هذا سبب من الاسباب الرئيسيه اللي تتؤدي لموت الفلوس. كما العاده قناه المزرعه البيولوجيه لينا تحاول تعطيكم المعلومه المفيده في وقت قصير. تحياتي الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله.